يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم رح تكون كيكة الصفوف اللبناني، كيكة جدا لذيذة وشهية بنقدمها مع كباية شاي أو فنجان قهوة كتير طيبة. كملوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بحتاج بوصفتي لكوبين من السميد الناعم لطحين فرخة، وهيدا النوع أنعم شي من أنواع السميد، وكوبين من الطحين العادي متعدد الاستعمالات. أنا هون عم بستخدم الأكواب المعيارية، انتو فيكن تستخدموا أي كوب ولكن كل المقادير بنفس الكوب. وظرف بيكنج باودر هو 10 جرامات، ورشة من الملح، وملعقة كبيرة من الكركم العقدة الصفراء، كوب و3/4 من سكر الحبيبات. بخفقن منيح على الناشف لحتى تمتزج المكونات مع بعضها. بالنسبة للطحين أنا نخلته قبل ما أضيفه كرمال ما يبقى عندي أي تكتلات. بضيف فوق النواشف كوب من الزيت النباتي وكوبين من الحليب السائل، وإذا حسيتوا إنه الخليط كتير سميك فيكن تضيفوا زيادة حليب تدريجيا لحتى تحصلوا على القوام المطلوب. بدي أحركهم مع بعض وأخلطهم لحتى تمتزج المكونات كتير منيح مع بعضها. من بعد ما حركهم يمتزجوا منيح بضيف ملعقة كبيرة من الخل. شايفين لونهم ما أجمله، اللون الأصفر. أكيد الكركم هو المميز بهيدي الوصفة، لأنه مثل ما بنعرف الصفوف لونه أصفر. من بعد ما صار عنا الخليط جاهز، عندي صينية دهنتها بالطحينة، بحط فيها الخليط. أكيد الفرن محمى مسبقا. بحط صينيتي بوسط الفرن، بشعل الفرن من تحت وبرجع بشعله من فوق لحتى أحصل على اللون الذهبي الفاتح. وهيك أحبابي صار الصفوف جاهز عنا. بدي أدهن الوجه مباشرة بالقطر لحتى أحصل على اللمعة يلي منشوفها بالمحلات. أما بالنسبة للتزيين، مثل ما بنعرف الصفوف بيتزين باللوز، فأنا حبيت هالمرة غير وزينه بالفستق الحلبي. انتو فيكن تزينوه بالطريقة يلي بتحبوها، وكمان سادة بيمشي الحال. بتركه لحتى يبرد تماما وبقطعه لحتى ما يفرط معنا هو وسخن. وأفضل تقطيع للصفوف إنه تكون القطع مربعات. شايفين ما شاء الله هيدي النتيجة. صفوف لونه رائع وريحته بتشهي وطعمته ولا أطيب. وبالنسبة للطراوة طري وهش مثل ما نكون شايفين. أحبابي لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات إيمان الشهية.